أطراف جريمة الرشوة، يعني كل قضية أو جريمة بيبقى ليها عدة أطراف، هل أطراف جريمة الرشوة هم مثلا فردين أو أكتر؟ جريمة الرشوة مثلها مثل أي جريمة لها أطراف معينة، لكننا في هذه المسألة لدينا طرفين رئيسيين، مم. الراشي والمرتشي. الراشي هو صاحب المصلحة، ذاك الشخص الذي يعرض المال أو يعرض العطية على الموظف العام لقاء أن يقوم بعمل من أعمال وظيفته بطريق غير مشروع، أو أن يخل أو أن يمتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته. مم. أما عن المرتشي فدائما ما يكون موظفا عام، وهذه الجريمة هي من جرائم الصفة، بمعنى أنها تتطلب لقيامها ركنا مفترض، وهو أن يكون فاعل هذه الجريمة أو الفاعل في هذه المسألة هو من أرباب الوظائف العمومية، مم. أو هو متمتعا بالسلطة العمومية في هذه المسألة. يعني إيه؟ يعني إذا كنا أمام جريمة الراشي أو الفاعل فيها الفاعل فيها في هذه المسألة هو ليس من أرباب الوظائف العمومية ولا يتمتع بالصفة العمومية، فيستحيل أن نقول على هذا الفعل هو الجعل المادي المجرم في شأن جريمة الرشوة. مم. أحيانا يكون هناك طرف ثالث في جريمة الرشوة بين الراشي والمرتشي، مم. وهو الوسيط. والوسيط هو من يتوسط بين طرفين، يعني يجوز أن يتوسط موظف لموظف آخر لأداء عمل معين، صحيح. يجوز أن يتوسط شخص ليس من أرباب الوظيفة العمومية لدى شخص آخر هو بطبيعته موظف عام لأداء عمل معين. مم. هذه الحالة فالراشي والمرتشي والوسيط. وكما ذكرنا ووضحنا من أن هذه المسألة وهذه الأطراف الثلاث تتمحور حول أن يكون الفاعل في هذه الجريمة هو موظف عام ويتمتع بالسلطة العمومية، وإلا فلا يمكن أن نكون أمام هذه الصورة وأن نقول عنها من أنها جريمة رشوة. يعني القانون المصري يا فندم بيجرم الراشي والمرتشي والوسيط، الثلاثة الراشي أطراف. والمرتشي والوسيط. طيب.